السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة ميليسا. وصفة اليوم هي الكروكي محبوب الجماهير، كامل الناس تحوس على هذه الوصفة. اليوم جبت لك وصفة سهلة مهلة وبكمية كبيرة. يحبوها ولادك، تحبي تتقهوي بها. المقادير موجودة في كامل البيوت. تبعي معايا، راح يجيك مقرمش من برا وطري من الداخل، ويجي هشيش الله الله. جربيه ما راحش تندمي. يلا معايا نشوفوا المكونات. في إناء راح نجيبوا 6 حبات من البيض، كأس ونصف من السكر، ملعقة كبيرة من قشور الليمون. تحبي تضيفي سائل تاع الليمون عادي. راح نضيفوا لافاني، انا ضفتها في الاخر كنت نسيتها لهنا. نخلطوا كامل بالباتير باه يذوب لنا كامل السكر. هذا هو السر الاول تاع الكروكي، باه ما يجيكش يابس من الداخل. لازم نخلطه بالباتير حتى يذوب كامل السكر، حتى يبيض لنا الخليط. نضيفوا كأس ونصف من الزيت بالتدريج. البنات ما تضيفوهش على دفعة واحدة، نضيفوه بالدفعات ونقعدوا نخلطوا حتى يجلس لنا كامل المكونات. الطريقة راها واضحة في الفيديو. نضيف ملعقتين كبيرتين من المايزينا، ونضيف الفارينة وكيسين من الخميرة الكيميائية. كما راكم تلاحظوا البنات، نخلطوا كامل المكونات حتى يمتزجون بالخلاط اليدوي. نحركوا حتى يمتزج ويكون القوام كريمي. راح نضيف الفارينة بالتدريج. نلموها غير بالاصابع تاوعنا، ما ندلكوهاش. نضيفوها حتى تتلم لنا كامل العجينه. هنا راني ضفت الفاني باسكو نسيتها في الاول. نلم العجينه تاعنا كامل حتى نتحصل على قوام ثقيل، يعني عجينه تتلاصق في اليدين شويه. كي تولي تتلاصق لكم في اليدين نضيفوا شويه زيت باه نلموها، وما تغبنكمش كي تكونوا رايحين تحلوها، باسكو كي تولي تتلاصق يعني تولي تتلصق في اليدين بزاف وتكون طريه، يعني ما تساعدكش وما تخليهاش تتكور يعني، وتخليك تخدمي براحتك. هنا العجينه قسمتها قسمين، وحده درتها فاني وحده زدت لها ملعقتين من الكاكاو، يعني كاكاو الخام مش المسكر. نلموا العجينه كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. ندخلوا كامل